حلقة بالأمس وجد أن هناك إساءة متعمدة لأشخاص زملائي وزميلاتي ولشخصي. قدم الأستاذ باسم في حلقته الأولى أو الدكتور باسم محاولة أنه هو يثبت أنه عنده لديه مساحة من الحرية، فيحاول قبل أن ينتقد الآخرين أن ينتقد المحطة التي يعمل فيها أو القناة أو العاملين فيها أو حتى مالكها، بحيث يصبح ذلك مبدأ. هذا مفهوم وهذا يحدث في بعض القنوات، أنك أنت تعلي من حالة الانتقاد فيصبح ذلك مقبولا. لكن الذي حدث أنه حينما أراد أن يفعل ذلك فنقصان الخبرة أدى بالنسبة له إلى أنه تحول من حالة السخرية السياسية إلى حالة السب والقذف التي يعاقب عليها القانون. هناك فارق شديد ما بين انك انت تقول وجهة نظر او انك انت تحاول تضحك let's have fun، او انك انت حتى يكون لك اراء انتقادية ساخرة في تصرفات او اراء الاخرين. اذا كنا في هذه القناة كل منا يحاول ان يدافع عن فكرة الديمقراطية، فعليه ايضا ان يقبل على نفسه ولا يعتبرها مسألة اهانة شخصية. لكن هناك خط فاصل لا يقدره الا الخبير الفاهم للفارق الجوهري ما بين السخرية السياسية وما بين ما يقع تحت طائلة القانون في السب والقذف. وهذا حتى يعني بعض الناس لا يأتوا ويقولوا لنا، ولكن في الخارج هذا يتم. حتى البرنامج اللي هو الأستاذ باسم ناقل منه فكرة هذا البرنامج، الفورمات منه، لازم هو يعرف أنه في القناة دي زي في كل القنوات الأمريكية هناك مستشار قانوني يرى النص بشكل قبلي، وأيضا إذا كانت الحلقة مسجلة فهي يتم التدقيق أنه ما يكونش فيها سب وقذف وفيها انتهاك لحرمات الناس بما يعاقب عليه القانون، وأيضا أنه إذا كانت الحلقة على الهواء وهي نادرا ما تكون كذلك بيكون هناك ديلي بضعة دقائق من دقيقة ونص ل3 دقائق، وإذا اتقالت كلمة فممكن يتحط عليها ما يسمى بيب فتغطي عليها. ما فعله الأستاذ باسم أو الدكتور باسم إساءة لي ولزملائي وزميلاتي. فالسيدة لميس الحديدي ليست سيدة رداحة، والأستاذ مجدي الجلاد ليس مرشحا أن يكون بائعا في محل ترشي، وأنا لست منافقا أو أرعجي كما أراد أن هو يثبت في حلقته بالأمس، ويحاول أن هو عن قصد عمدي أن يأخذ مقاطع لحلقات مدتها 3 ساعات فتظهر وكأنني إنسان متناقض أو كذاب. أيضا لا يمكن أن هو يصور الزميل العزيز خيري رمضان على أنه إنسان مرتبك لا يعرف كيف يدير الحوار. أستاذ خيري صحفي متمرس له خبرة عظيمة، ولا يصح إطلاقا لا يصح إطلاقا أخلاقيا أن احنا في قناة بعد أن كان قد تركنا بمحض إرادته وبشكل محترم جدا الإعلامي الكبير الأستاذ عادل حمودة، أن احنا ننشر عنه مادة أو نذيع عنه مادة فيها سخرية منه، وقد ترك هذه القناة لأن فيها نوع من الجرح له. إذن نحن أمام حالة تشكيك في مصداقية. من هنا بعض زملائي يتدارسون ماذا يمكن أن يفعلوا. أنا بالنسبة لنفسي اتخذت قراري بأن أنا أرد على هذا الموضوع وأدافع عن زملائي، لأن لا يمكن أن تتوقعوا مننا أن نحن نخرج عليكم في هذه الأحداث ونحن هناك تشكيك في نزاهتنا، وللأسف هذا يتم من خلال برنامج يذاع في قناتنا، لذلك لازم التنويه. أيضا لابد أن التنويه أنه أيضا تعرض في هذا البرنامج إلى مالك القناة، وهو رجل شديد الاحترام، كل قرش اكتسبه في حياته من عرق جبينه عمل وشاء فيه لمدة حوالي 34 سنة، وهو لا يبعثر الأموال يمينا ويسارا ولا يضع في سندوتشات الهمبرجر دولارات. هو رجل يدرك حقيقة المال، وإذا كان ينفقه ببذخ فهو ينفقه البذخ فقط في حالة واحدة، وهي لأفعال الخير التي لا يتحدث عنها. نحن لسنا قناة فلول، نحن مش محررين فلول، نحن ناس لنا كرامتنا ونحن لنا أسرنا. بعضنا استاء من أسرنا مما جاء
بالأمس بعض المشاهدين استنكروا ما حدث. ممكن بعض المشاهدين يكونوا شافوا أن ده شيء ممتع، بس أنا عن شخصي سأخذ حقي القانوني من خلال القضاء، هو الذي يستطيع أن يحكم بيني وما بين الإعلامي الكبير القدير الدكتور باسم يوسف، الذي هو سجله في الإعلام هو 100 حلقة. عايز أقول لكم إن إحنا أقل واحد من زملائنا عامل 2000 حلقة، وشخصي المتواضع عامل 16,000 حلقة في تاريخه. دي مش زي لتر العربية، ولكن دي زي الطيارين، بيقول لك طار كام ساعة، يعني عنده خبرة التعامل. على الأقل إذا كنت بتختلف معايا سياسيا لا يجب أنك أنت تذبحني إنسانيا وتشهر بي وتحاول أنك أنت تلصق بي ما ليس فيه. نحن نفهم معنى السخرية السياسية، نحن نفهم الإبداع في هذا المجال، نحن كنا سعداء بوجودك معنا، ولكن اليوم يوم خيبة أمل في أنك تبدأ أول خطوة في أن تهين من هو على الأقل إذا ما كانش زيك فعلى الأقل بيفهم كويس قوي. فهذا الموضوع هو متروك الآن إلى القضاء، ويستطيع القضاء أن يقول هل ما يقدمه الأستاذ الكبير باسم أو الدكتور باسم هو نوع من السخرية السياسية أم سب وقذف وفي انتهاك لحرمات الناس وإهانة لقدرهم المهني. ده كان مهم عشان مصداقية كل الجهود اللي هتبذلها هذه القناة في المرحلة المقبلة، إن هي يكون لها مصداقية وتحاول ما تكونش طرف في حالة الصراع، ولكن تحاول أن تكون جسر ممتد بين بلد منشقة ومقسومة لفسطاطين، تحاول أن تصل بينهم وتكون حل للمصالحة الوطنية التي نسعى إليها، لأن مصر في خطر شديد. في الآخر بعد يا باسم خلي بالك وانت ماشي في المهندسين في محل التوحيد والنور، تطلع الدور الثاني تخش يمين هتلاقي القسم الخاص بالبطاطين، في بطانية مرسوم عليها النمر، اشتري 3 بطاطين عشان الدنيا برد، اتغطى كويس عشان هتمطر عليك مني شخصيا كل مرة كل يوم نقطة هتقدر ان هي تتعامل معاك. كل ده هيتم بالقانون وبحرية وبشجاعة وبهدوء يا باسم.